السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونا ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. الحاجة دي في العيد دايما اول ما بتجهز بنعملها على طول، لان الكل بيحبها والكل بيعشقها. بجد اكلة حلوة جدا. هعملها المرة دي على طريقة الله يرحمها. تعالوا كده هنشوف هنعمل ايه. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. معنا كده كمية كبيرة من الكبدة، ومعنا قطعة من القلب، ومعنا قطعة من الكلاوي. طبعا لو كنا عدد كبير كانت الله يرحمها بتعملها زمان، لما يكون مثلا عدد كبير وطبعا كان في عيلة، فطبعا كنا بنضيف كمان لحمة طبعا عشان تبقى الكمية كبيرة. كنا الأول بنقطع اللحمة ونشوحها الأول، وبعد كده بنقطع القلب، وبعد كده بعد كده الكلاوي، وبعد كده الكبدة بتكون في الآخر خالص. طبعا اللحمة كنا بنقطعها قطع صغيرة. بما ان طبعا احنا مش هنضيف عليها اللحمة لأن العدد مش كبير، فهنعمل الكمية ديت على القلب. معنا كده قطعة من القلب أقطعها قطع صغيرة ونركنها معانا على جنب لوحدها. معانا كده الكلاوي هنبدأ نقطعها قطع صغيرة وتكون لوحدها كمان. طبعا الكلاوي بيكون طبعا عليها طبعا نسبة من الدهون. طبعا عايزة تشيليها طبعا ده يعني انت براحتك انت واللي انت عايزاه. هي حاجة بسيطة بس بتدي ريحة وطعم للأكل. قطعناهم كده على جنب، القلب والكلاوي قطعناهم كده وهنركنهم معانا على جنب. معانا كده الكبدة. طبعا هنبدأ نعمل شرايح الأول، نقطع الكبدة قطع شرايح الأول، وبعد كده هنبدأ نقطعها مكعبات. بس طبعا الكبدة بتكون المكعبات بتاعتها كبيرة شوية عن القلب وعن الكلاوي. هنخلص كل الكمية قبل كلها تقطيع، وهتكون معانا جاهزة على طول. طبعا الكبدة بس أول ما بتطلع بتغسليها بس يا دوبك تشطفيها بس بحبة مية مش أكتر، وتبدأي بقى تقطعي بعد ما بتقطعيها ما بتغسلهاش. خلصنا كده كل الكمية تقطيع وكل حاجة لوحدها. هنبدأ كده نبدأ نشتغل فيها على طول. طاسة على النار أو حلة، بس ضفت يعني معلقة أو معلقة صغيرة من الزيت. أنا مش ضفت حاجة يعني كتيرة، بس تسخن الحلة أو الطاسة معانا، وإيه انزل فيها بقطع صغيرة من الدهنة بتديها طعم وريحة بجد تحفة. بعد ما تسخن معانا والدهنة تفك معانا وتسيح معانا بتكون جاهزة. ننزل عليها بقى بعد كده بقطعة القلب. بعد ما تتشوح كده وتاخد نص سوا بننزل عليها بالكلاوي ونبدأ نشوحها. طبعا ما بنضيفش غير بس اللي هي معلقة الزيت الصغيرة دي، ومعانا طبعا حتة دهنة أو قطعة الدهنة، حاجة بسيطة لا تذكر يعني، بس تديها ريحة وطعم. ونبدأ كده نقلبها ونشوحها معانا. بعد ما خلاص خشت في السوا ننزل عليها بالكبدة، لأن طبعا الكبدة ما بتاخدش سوا، يا دوبك بس تقلبتين 3 وتكون خلاص. قلبتها كده عشان اقلب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، وبتبداي تقلبيها ما تخافيش. هي طبعا الكبده دي بتكون جامده شويه خصوصا وهي بتبقى صبحه، ما تخافيش. بعد كده هنقلبها كمان تقليب. بعد ما نشوحها هنزل عليها كده بمعلقه السمنه البلدي. لو هتعملي كبده لوحديها طبعا بالسخانه بتنزلي بالسمنه البلدي الاول وتسخنيها وتقطعيها وتنزلي عليها بعد كده بالكبده، لان ما بتاخدش. قلنا الكبده ما بتاخدش سوا، يا دوبك دقيقتين 3 على على النار بتكون استوت معانا. كده قلبناها واستوت معانا وكده جاهزة خالص. طبعا انا ضفت على حبة من الكمون وحبة من الفلفل الأسمر وحبة من الملح مش أكتر من كده. كده معانا كده جاهزة، وبتكون ايه تكون جهزت معانا الكبدة للأكل. وأكلة سريعة طبعا في يوم العيد ده طبعا بنعملها على طول. طبعا بتكون سريعة ما بتاخدش وقت ولا مجهود، بتعملي ايه وتقدميها على طول. كده جهزت معانا ما خدتش 10 دقايق ربع ساعة، كانت كل حاجة معانا جاهزة. معانا كده العيش اللي هنعمله سندوتشات وننزل كده بالطريقة دي. ممكن تضيفي معاها جرجير، تضيفي عليها مخلل اللي انت عايزة تضيفي عليها، تضيفي عليها طماطم حسب رغبتك الحاجة اللي انت بتحبيها. او معانا كده بلقمة صغيرة وتحطي كده فيها عود جرجير وتنزلي عليها بقطعة او 2 من الكبدة. وطبعا بتحطي فيها طبعا في الصوص ده بيكون طعمه بجد تحفة. حاجات مش كتير يعني ولا دهون كتيرة ولا حاجة، ما تخافيش. هنقول بالهنا والشفا. بالهنا والشفا للي كل، وبالهنا والشفا للشيف، وبالهنا والشفا للي هيجربها وقلنا رأيه فيها ايه. هنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ومع السلامة، باي باي.